بنتي عارفة كل قواعد التأسيس دي بس برضه ما بتعرفش تقرأ وقراءتها مش صحيحة. ده سؤال الأم معانا النهاردة. أكيد لأ طبعا. بصي نصيحة مني، دي خطوات التأسيس، مراحل التأسيس. اختبريها في الفتح لقيتها كويسة، اختبريها في الضم واختبريها في الكسر. لقيت الفتح والضم والكسر حركات القصيرة كويسين، اختبرها في مد بالالف كويس، اختبرها في مد بالياء كويس، اختبرها في مد بالواو. انت بتعملي كده ليه؟ عشان تعرفي المشكلة فين بالظبط. ما هو انت مش فاهمة المشكلة فين. يعني هي عندها خلفية عن المد بالالف، عندها خلفية عن المد بالياء، عندها خلفية عن مراحل التأسيس كلها. يمكن هي ما طبقتش على مرحلة معينة فهي اللي مسببة لها المشكلة. فانت لازم تختبريها في كل المراحل عشان تعرفي المشكلة فين بالظبط. اختبرتها في المدود، اختبرها في السكون كويسة في السكون، يبقى خلاص المشكلة مش في السكون. اختبرها في التنوين، المرحلة اللي بعدها تنوين بالفتح، تنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتنوين بالضم. تمام. كويسة في التنوين قراءة وإملاء، كل مرحلة من دول قراءة وإملاء، يعني مش قراءة فقط ولا إملاء فقط. في الشدة، الشدة مهمة جدا، هفضل أقول الشدة مهمة جدا للقراءة. مفيش طفل هيعرف يقرأ من غير ما يتعلم الشدة بتتنطق ازاي. فكل المراحل دي لازم تعدي عليهم مرحلة مرحلة وتتأكدي ان بنتك فعلا متقنة المرحلة دي. يعني اوقات كتير اطفال بياخدوا فتح وضم وكسر بسرعة، ما بيلحقوش يطبقوا. يعني ممكن يكون المعلم شرح لهم بسرعة بسرعة بسرعة، ما لحقوش يطبقوا، طبقوا كتير، ما قرأوش كتير، ما تملوش كتير، فهم ما هضموش القاعدة. هم يدوب بس خدوا خلفية ان في فتح وفي ضم وفي كسر، ما اتقنوش كويس جدا وبيعرفوا يفرقوا ما بينهم كويس. برضو هكذا في المدود، ممكن يكونوا اخدوا المدود وما طبقوش عليها كويس، فبرضو واقعين فيها. هم عارفين ان في مدود بس ما طبقوش عليها كويس جدا. فاوقات يعني كنت لسه بقول لأم، اوقات احنا بنستعجل وننقل من مرحلة لمرحلة تانية من غير ما نتأكد ان الطفل اتقن المرحلة دي، وده بيأثر عليه بعد كده. فانتي اللي بيأسس ما يطلعش من المرحلة غير لما الطفل يكون متقنها كويس جدا، عشان ترتاحي بقى بعد كده ان خلاص انا اسست مش هرجع تاني والاقي مشكلة. اسست خلاص، الطفل بقى طالع من مراحل التأسيس كويس جدا، ما عندهوش اي مشكلة. فانت لازم اختبري في المراحل دي كلها، ولقيتيهم تمام يبقى خلاص اكتبي جملة مكونة من كلمات وخليها توصل الكلمات دي ببعضها. تمام. اشتغلي بقى على موضوع السرعة. وانا بقول يا جماعة في مشكلة عند الطفل في القراءة، الموضوع مش هيتحل هوب في ثانية، لا، لازم استمرار استمرار استمرار. لو كل يوم سطرين هيفرق جدا مع الطفل. وتعرفي الطفل احنا بنقرأ بسرعة ازاي، اقرأ قدامه بسرعة عشان يعرف ازاي بنقرأ بسرعة وازاي بننقل ما بين الكلمات. الطفل يعني بيقلدك. فانتي لو هتحددي كل يوم سطرين، تعالي بس اقرأي لي سطرين وروحي اعملي اللي انت عايزاه بعد كده. فهو الموضوع استمرار، الموضوع مش هيجي في ثانية. طفل ما بيعرفش يقرأ دي مهارة، مش هوب في ثانية هتيجي، لأ، دي محتاجة وقت ومحتاجة مجهود. يمكن مش مجهود كبير على قد ما هي محتاجة صبر، صبر ومتابعة واستمرار. صبر ومتابعة واستمرار هتلاقي الطفل اتحسن وبقى كويس جدا.